اهلا بيكم في فيلم جديد من النهارده. حماس مليون لان فيلم النهارده حاجه مختلفه تماما. فيلم جبار، فيلم مليان بضرب النار، هيوديك لعالم مليان شرار. ادعمني بلايكك الجميل واشتراكك المتين ويلا بينا ندخل عالم ضرب النار. فيلمنا بيبدا بعدد من الشاحنات الخاصه بالجيش الهندي واللي بيكونوا بينقلوا سلاح قوي جدا جدا علشان يتم تامينه، لان السلاح ده لو وقع في ايد حد فهيدمر الدنيا بالكامل. وفي وسط ما هم ماشيين مره واحده بنشوف صاروخ متجه على عربيه من العربيات بتاعتهم، وحرفيا العربيه بتتدمر. بعدها فورا بيكون في صاروخ تاني واللي بيدمر عربيه تانيه الخاصه بالجيش الهندي. بيتصدموا كلهم لان بيكون معمول لهم كمين. من بعدها بيبدا الاشتباك وضرب النار. ضرب النار بيكون من كل مكان، ورجاله الجيش الهندي بيصيبوا عدد كبير جدا من الاخصام، لكن للاسف الاخصام بيكونوا مليانين بكل حاجه، صواريخ تلاقي، دبابات تلاقي، وطيارات كمان تلاقي، لكن الجيش الهندي مجبور يدافع على السلاح لاخر نفس. ضرب النار بيستمر لشويه من الوقت، وكل شويه الجيش الهندي بيقل عددهم. الجيش الهندي بيسيطر شويه، لكن للاسف الكثره تغلب الشجاعه. بعدها الطياره بتنزل وبنشوف شخص مجهول واللي بيكون لابس قناع، واللي بيروح لقائد الجيش الهندي وبيقول له العالم كله هيتغير، خلاص بقى حاجات قليله جدا من الوقت والعالم كله يتغير. في الوقت ده بننتقل للصين واللي بنشوف واحد اسمه تشانغ بيكون عارف بكل حاجه وبيعرف اللي حصل. كمان بيقابل واحده اسمها ميشا، ودي بقى تكون عامله سريه الخاصه بالجيش الهندي ومعاها رتبه رقيب. المهم تشانغ بيفهمها على كل حاجه وبيقول لها اللي سرق السلاح ده مش منتمي لاي حد، وهو سرق السلاح علشان يغير القوانين بدماغه. في نفس الوقت بنرجع للحرب اللي كانت دايره من شويه، وقائد الجيش الهندي بيقول للشخص المجهول ده القوات الهنديه مش هترحمك، لكن بكل ثقه هو اللي بيقول له انا اللي مش هرحم حد من النهارده. بعدها بنرجع للصين من جديد، وميشا بتقول لتشانغ انا عايزه معلومات اكتر، لكن بدون سابق انذار تشانغ بينضرب عليه نار وبيموت. ساعتها ميشا بتجري ورا الشخص اللي موت الواد تشانغ، والواد ده بيكون سريع قوي جدا وبيطير في الجو، لكن ميشا بتثبت نفسها وبتطير هي كمان في الجو. الواد بيكون خلاص هيهرب، لكن على اخر لحظه ميشا بترمي عليه السكينه، والسكينه دي بترشق في ظهره وبيقف كده وبكل برود بيشد السكينه ولا اي حاجه حصلت. بعدها بتحصل خناقه بينهم، والبت ميشا بتكون تقيله شويتين وبتكون مسيطره عليه وبترزعه في سيخ حديد جاي من البوابه، والمفروض كده انه يكون مات، لكن بكل برود الواد بيخلع نفسه وبيكون لسه عايش. وبنشوف الجرح، واللي بعدها بثواني مش بنلاقي اثر للجرح خالص. في الوقت ده ميشا بتكون خايفه لان ده مش بيكون انسان طبيعي. ساعتها بيغضب وبيشيل ميشا وبيرميها على الارض وبيوريها رساله على التليفون واللي بيكون مكتوب فيها بدات الحرب خلاص، وبيهرب فورا. في الوقت ده بننتقل للقوات الهنديه واللي بقيادتهم الوزير الهندي واللي بيكون مصدوم من اللي بيحصل. ساعتها الشخص اللي سرق السلاح بيبعت لهم فيديو وبيكون مصوره وبيقول فيه انتوا كنتم فخورين بجيشكم وقوتكم، لكن دلوقتي انا املك الجيش والقوه. وكمان بيقول لهم انا همحي الهند من على كوكب الارض قدامكم 3 ايام بس. الكل بيكون مصدوم ومش فاهمين اي حاجه، ولا حتى الشخص ده بيعمل كده ليه. في الوقت ده ميشا بتوصل وبتقول لهم على كل حاجه، وان تشانج قال لي ان الشخص ده مش منتمي لاي حد وهو بيعمل كده لصالح نفسه، وكمان كان هو صديق قديم ليهم ويعرف كل حاجه عن السلاح ده. ومن بعدها في شخص قتل تشانغ ومعرفتش منه معلومات اكتر من كده. الوزير بيقول لهم انا عايز الشخص ده في ظرف 72 ساعه، والاهم من الشخص ده يكون هو السلاح موجود في الهند. بعدها بنشوف ميشا واللي بتكون موجوده في مكتب ازاد وبتحكي له على مواصفات الراجل ده، وبتقول له كان لابس قناع ولما ضربته شافها جرحه بسرعه كانه كده راجل خارق. ازاد بيقول لها خليكي حذره يا ميشا ومش تقولي المعلومات دي لاي حد، وبعرفها ان الصندوق اللي اتسرق فيه اقوى واخطر سلاح موجود على كوكب الارض، ولازم الصندوق ده يكون موجود في اقرب وقت في الصين. وبيقول لها كمان لازم نجيب شخص من الخارج علشان ننجح في المهمه دي. بتقول له مين اللي هيساعدنا؟ فازاد بيقول لها مش شخص واحد اللي هيساعدنا، دول شخصين، 2 ضباط من الوحده العسكريه كانوا من احسن الضباط اللي جابتهم الهند. وبيحكي لها على الانجازات اللي عملوها للشخصين دول، وبيحكي لها ان ال2 كانوا داخلين في مهمه لوحدهم. لما كان السفير مخطوف ال2 عملوا حاجات جيش كامل ما يعرفش يعملها، قدروا انهم يخلصوا على العصابه ويحرروا السفير، والكلام ده بالظبط من 8 سنين. ازاد بيطلب من ميشا انها تروح لكل واحد فيهم وتفهمهم المهمه، وكمان تعرفهم انها جايه من طرف ازاد. في الوقت ده بننتقل لراكيش واللي بيكون شغله في المطافي، بيكون عنده مهمه لانقاذ حريق. بيوصل للمكان ولما بيدخل للبيت بيتصدم انه جوه قطه فبينقذها، وبيكون باين عليه الزعل الشديد لان مهمته كانت سهله تماما. في الوقت ده بتوصل ميشا وبتعرفه انها جايه من طرف ازاد، وبتقول له احنا محتاجينك في مهمه، وبتوري له الفيديو الخاص بالراجل المقنع. بيقول لها انا مش جاي وماليش دعوه. ساعتها ميشا بتزعل وبتكون ماشيه، لكن بيوقفها وبيقول لها انا بهزر. بتقول له طب دلوقتي عايزين نجيب فريدي صاحبك، فبيقول لها ده الوحيد اللي دماغه انشف من الحجر. في الوقت ده بننتقل لفريدي واللي بيكون شغال في مصنع نفط وباين عليه التعب الشديد، وراكيش بيقول له وحشتني كتير يا راجل فينك من زمان. بيكون هيسلم عليه وفريدي بيمد ايده، لكن راكيش بيشد ايده وفريدي بيكون مبتسم لان عارف حركات صاحبه. ميشا بتسلم عليه وفورا بتوري له الفيديو الخاص بالراجل المقنع، وبتقول له احنا معانا 3 ايام بس، ولو ما وصلناش لحاجه خلال ال3 ايام دول فالراجل ده هيدمر الدنيا بالكامل. في الوقت ده فريدي بيقول لراكيش ما شفتش اللي حصل في اخر مهمه، حنونه وكمان اخدوا مننا الافضليه، لكن راكيش بيقول له احنا هنعمل المهمه دي علشان خاطر الهند. فريدي بيقول له نسيت الذل،
وراكيش بيقول له من خلال المهمه دي هنحول الذل اللي احنا كنا فيه الى احترام. المهم فريدي بيرفض وميشا وراكيش بيكونوا ماشيين خلاص، ولكن على اخر لحظه فريدي بينادي عليهم او اخيرا بيوافق. بعد كده بننتقل لمطار لندن واللي بنشوف فيه روكي وميشا، وهناك ازاد بيرن على ميشا وبيقول لها انا هتولى الامر من الخارج، وبيقول لها كمان محدش يعرف القياده اننا بنعمل المهمه دي، ولو لا قدر الله روكي اتقبض عليه فاحنا ما نعرفوش، وبيقول لها خلي بالك من كل خطوه. في الوقت ده ازاد بيوصل لمكتبه وبنشوف ان الراجل المقنع مستنيه هناك. بنعرف ان ازاد بيكون عارف الراجل المقنع وانه كمان بينهم اتفاق، ولكن المقنع غير الاتفاق ده تماما، وازاد بيقول له الافضل انك توقف اللي انت بتعمله ده. المقنع الغدار بيسلم عليه وبيضربه طلقه في كتفه وبيخطفه كمان، وبيقول له بدات الحرب. اما في نفس اللحظه بنشوف روكي وميشا واللي بيكونوا متجهين للعضو الثالث اللي هيكمل معاهم المهمه، وهي واحده اسمها بارمندا بتكون في الكليه وبتشوف ميشا وروكي وبتكون معجبه قوي براكيش وبتتكلم معاهم بغباء قوي. فروكي بيسال ميشا وبيقول لها هي دي اللي هتكمل معانا المهمه، لكن بارمندا بتقول له ايه هو انا مش قد المقام ولا ايه. بعد كده بنشوفهم بيروح المكان الخاص ببارمندا، وهنا بقى بتثبت لروكي ان هي واحده تقيله ودماغها حلوه وذكيه. ساعتها روكي بيكون معجب بالالات اللي صنعتها بارمندا، وهنا بقى بيعرف ان روكي واحده دماغها حلوه. ومن هنا بقى بتبدا تحكي لهم عن المهمه، بتعرفهم ان هي قدرت تخترق نظام الكاميرات ووصلت وعرفت ان الصندوق تحت الارض وعمق 400 متر. لكن هنا روكي بيسالها ازاي هنوقف القطر، بتقول له كل اللي انا اقدر عليه ان اوقف القطر 15 ثانيه بس، وانت كل اللي عليك خلال ال 15 ثانيه دول تبدا في المهمه. ساعتها روكي بيتصدم ولكن بيوافق على المهمه. من بعدها بننتقل للراجل المقنع واللي بيكون بيعذب في ازاد، لكن ازاد بيقول له انت ما تعرفش الجيش الهندي محضر لك ايه، محضر لك مفاجآت كتير. لكن بكل برود المقنع بيقول له دلوقتي جه دوري علشان اوريكم مفاجآتي، اوعدكم ان انا هصنع التاريخ. اما في نفس اللحظه روكي وميشا وبارمندا بيوصلوا لمكان العمليه. بتقدر ميشا انها تسيطر على مكان كاميرات المراقبه واللي بتخش وبتخلص على كل اللي موجود هناك. البت لوحدها بتقدم اداء جبار. اما من جهه تانية بننتقل لروكي واللي بيوصل لمكانه وبيكون مستني وقوف القطر، وفي نفس اللحظه بارمندا بتوصل لمقر التحكم، وساعتها ميشا بتديها كل التحكمات اللازمه علشان يقدروا انهم يوقفوا القطر. ويلا بينا نعد لحد 3، 1 2 3. بينجحوا انهم يوقفوا القطر، وساعتها البطل بتاعنا بيبدا يتحرك وبيجري باقصى سرعه. ساعتها القطر بيتحرك، لكن البطل الشجاع بيوصل على اخر لحظه وبيقابل بارمندا. فورا بيحطوا قنبله وبيفجروا المكان علشان يقدروا انهم ينزلوا للنفق، واخيرا بيقدروا ينزلوا. وفي نفس الوقت ميشا بتعمل نفس الكلام وبتفجر المكان وبتنزل بعربيتها النفق. في نفس اللحظه جيش الراجل المقنع بيسمع صوت التفجير وبيعرف فورا ان الصوت ده جاي من نفق رقم 6. بيروحوا فورا للمكان، وساعتها البطل بتاعنا بيكون موجود هناك. بيمسك واحد منهم وبيعمل شقلباظات وبيديله واحده على الطاير وبيعمل منه عجينه. بياخد المسدس بتاعه وبعدها بيمسك قنبله دخان وبيرميها على اتباع الراجل المقنع. مش بيكونوا شايفين حاجه، وساعتها روكي بيموت فيهم واحد ورا التاني. الواد بيكون عنتيل ومره واحده واحد بيغدره وبيديله رجله قويه، لكن البطل بتاعنا جبل ما بيتهزش وما بيتاثرش باي حاجه، وبيقول للمقنع تعالى يا حبيبي. في البدايه كده روكي بيمسكه وبيطحنه والمقنع مش بيكون عارف يعمل اي حاجه. ساعتها المقنع بيستعيد قوته وبيرجع يسيطر على روكي، وروكي مش بيكون عارف يعمل اي حاجه، لكن روكي بيشغل دماغه وبيمسك السلسله دي وبيسيطر على المقنع بيها. ده غير انه بيطيره لفوق وبيرشق السكينه دي في كتفه وبيديله رجله قويه وبيطيره من فوق. فبارمندا بتساله بتقول له هو مات، بيقول لها ايوه مات، لكن بنكتشف ان الراجل المقنع ده لسه عايش وبيقوم من جديد. لكن المره دي بقى بيمسك روكي وبيدمره حرفيا وبيكسر بيه الحيطه، وروكي بيفقد الوعي لشويه ثواني، ولما بيفوق بيشوف ان المقنع بيكون لسه هيموت بارمندا. ساعتها الوحش بتاعنا بيرجع من جديد وبيكون متضايق وخلاص في اتجاه علشان يضرب المقنع، لكن للاسف رجاله المقنع بتوصل وبيقدروا انهم يسيطروا عليهم، وخلاص بيفقدوا الشغف وبيكونوا خلاص المهمه انتهت ومش قادرين يعملوا اي حاجه. لكن بدون سابق انذار بنشوف المكان بينفجر والوحش بتاعنا التاني رجع من جديد وهو فريدي. بيخش يخلص على كل افراد العصابه ومحدش بيكون قادر عليه، واخيرا بيرجع يكمل المهمه من جديد. بيخلصوا على بقيه افراد العصابه وفجاه بنشوف قنبله وفورا بيطيروا هما الاثنين. بعدها بيظهر المقنع من جديد والاثنين بيجروا عليه وبيسيطروا عليه، واخيرا بيضربوه ضرب جبار، لكن المقنع بيكون شديد شويتين وبيرجع يسيطر عليهم هما الاثنين. ساعتها بارمندا بتحاول انها تفتح الخزنه والمقنع بيكون مسيطر عليهم تماما، ولكن فجاه بتوصل ميشا وبتخبطه بالعربيه وبتطير المقنع من المكان، لكن الراجل ما بيموتش وبيرجع يقف من جديد. قرر يا عم احنا تعبنا منك بصراحه، في ايه مش كده؟ المهم بيرموا قنبله علشان يوقفوه من طريقهم وبينجحوا، وكمان بارمندا بتنجح انها تفتح الخزنه. ولما بيخشوا علشان يشوفوا السلاح بيكتشفوا ان اللي جوه واحده اسمها بيريا. بيسالوها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول لهم على كل حاجه. بتقول لهم ان هي كانت شغاله في الجيش الهندي مع القائد ازاد، وكمان ان حدود الهند كانت منهاره من الطرفين، من طرف الصين ومن طرف باكستان، وبسبب كده كان هيحصل حرب، واحتمال الحرب دي كانت تكون بدايه للحرب العالميه الثالثه، لحد ما وصلنا لسلاح معين وهو اللي هيقدر ينجينا في حاله لو حصل حرب، وهو سلاح كارانكافاتش، وهو عباره عن قبه حديديه بيقدر من خلالها يحدد اتجاه اي صاروخ او اي قنبله. وكان عايزين يحفظوا بيانات السلاح ده على كورس صلب، لكن فكرنا وقلنا ممكن الكورس الصلب ده يتسرق في اي وقت من الاوقات، ففكرنا فكره تانية وهو فكره العقل البشري، وهو انهم يحفظوا كل بيانات السلاح ده في العقل البشري. وقررت بيريا انها تضحي
تضحي بنفسها وتحفظه في عقلها. بعدها بنشوف فريدي بيتكلم وبيقول كان في جاسوس بينكم وهو اللي خلى المقنع يسبقكم بخطوه ويعمل لكم كمين ويسرق منكم السلاح. وفي وسط ما هم بيتكلموا بيكتشفوا ان في كاميرا مراقبه في المكان، وفورا فريدي بيعرفهم ان معمول لهم كمين. المكان كله بينفجر وفجاه كمان في قنبله صوتيه بتترمي عليهم علشان ما حدش يسمع حاجه. للاسف افراد العصابه بيقدروا انهم يخطفوا بريا للمره الثانيه، لكن الابطال الشجعان روكي وفريدي بيرجعوا من جديد وبيجروا وراهم فورا وبيقدروا انهم يخلصوا على عدد كبير جدا من اتباع المقنع. وبيقدر روكي انه يوصل للعربيه اللي موجود فيها بريا، وكمان العربيه دي بتكون موجود فيها المقنع. بيخلص على عدد كبير منهم، لكن المقنع بيكون شديد وبيكون مسيطر على روكي، لكن بريا بترشق السكينه دي في كتفه. ساعتها بقى روكي بيستعيد قوته وبيطارد فيه بكل قوه. اما ميشا بتحاول انها توصل للعربيه هي كمان، وبتنجح انها توصل للكابينه بتاعه العربيه وبتسيطر عليها. ومره واحده في طياره بتظهر واللي بيكون موجود فيها مقنع تاني، وبكده بيكون في 2 مقنعين، والمقنع اللي موجود في الطياره بينط على العربيه اللي فيها بريا وفريدي. بحركه ذكيه بيقدر انه يفجر الطياره وبينط على العربيه هو كمان، بيطارد في المقنع التاني. اما روكي بيقدر يسيطر على المقنع الاولاني طرده وبيديله رجل قويه بيطيره من بره العربيه نهائي. ساعتها فريدي بيقاوم المقنع التاني، والمقنع التاني بيكون مسيطر عليه وبيكون هيموته. ففورا بيقول لميشا الحقيقه هيقتلني، ففورا بتضرب فرامل والمقنع التاني ده بيقع على الارض. ساعتها ميشا بتكون عايزه تخبطه بالعربيه لكن بيلحق نفسه، واخيرا بيكونوا مسيطرين على العربيه وبكده قدروا انهم يحافظوا على بريا. لكن مره واحده بيظهر عربيه تانيه وبتخبط فيهم بكل سرعه وغباء. ساعتها بتكون مليانه بجيش كامل من اتباع المقنع، وللاسف بيقدروا انهم يسيطروا على ميشا وروكي وفريدي. وهنا بقى بيظهر 2 مقنعين والثالث بتاعهم هو كبيرهم، وبيتكلم معاهم وبيقول لهم انتوا مش عارفيني، فبيتريقوا عليه. لكن ساعتها المقنع ده بيشيل القناع وبيعرفوه فورا، وده بيكون اسمه كبير. بيقول لهم انتوا الاثنين مفكرين نفسكم احسن 2، لا الكلام ده كان زمان. وبيأمر المقنعين التانيين بقلع القناع بتاعهم واللي بيكونوا نسخه طبق الاصل من روكي وفريدي. بعد كده بنشوف ان كل الاخبار اللي منتشره على التلفزيون هي عباره عن المقنعين دول. المهم في الوقت ده كبير بيخطفهم على المقر الخاص بيهم وبيكتفهم، وكبير بيقول لهم ما تخافوش مش هقتلكم، انا بس عايز اشوفكم وانتوا بتتألموا زي ما انا اتألمت بسبب خيانتكم. وكانت الخيانه الاكبر من بريا بعد ما اكتر واحده وثقت فيها هي اللي غدرتني. وبيقول لهم انت نسيتوا كلام تشانغ ولا ايه؟ فاروكي بيقول له مين تشانغ ده؟ بيرد عليه وبيقول له العدو الجديد. وبعدها بنرجع بالزمن 7 سنين وبنعرف انهم كانوا كلهم اصحاب وعيله في بعضهم. ساعتها كبير كان عامل اختراع ونجح معاه، فقرر انه يعرضه على الجيش الهندي علشان يحميهم من اي حرب تحصل معاهم. وهم روبوتين، واللي الروبوتين دول بيشبهوا روكي وفريدي ويقدروا انهم يواجهوا اي حد على وجه الارض، وبكده محدش من اي بلد هيقدر يعادي الهند. ساعتها الكل بيكون معجب بالمشروع بتاعه وبيقول لهم ان دول مش بيعملوا حاجه من دماغهم، دول بيعملوا اللي بينطلب منهم، وبكده مش هنحتاج جيش لانه هعمل استنساخ كبير لعدد كبير منهم. لكن الكلام ده ما بيعجبش حد فيهم والقائد بتاعهم بيسيبهم وبيمشي. ساعتها الجنرال بيقرر انه يقابله مقابله خاصه هو وروكي وفريدي كمان معاه. فالجنرال بيقول لكبير مشروعك حلو ومثالي بس لازم تنهيه فورا. ساعتها كبير بيتصدم وعزاد بيقول له في حاجه واحده بس بتميز الجيش الهندي عن اي جيش تاني وهو الضمير. بيحاول يفهمهم علشان يقبلوا لكن ما بيقبلوش. فعزاد بيحكي له وبيقول له انت ممكن تغدر بينا في اي وقت من الاوقات. تعالى بقى اقول لك يا صديقي اللي ما نعرفوش ان الروبوتات دول ما حدش يقدر يتحكم فيهم غير واحد بس وهو كبير. فعلشان كده القائد عزاد بيقول له انت ممكن تغدرنا في اي وقت. بعد كده بنشوف كبير بيرجع لبيته وبيقول لبريا انا هبيع المشروع بتاعي للصين علشان يواجهوا الهند، والهند تعرف مدى اهميه المشروع ده. لكن بريا بتخونه وبتكون مصوره كل الكلام اللي قاله وبتبعته لقائد الجيش. ساعتها القائد بيطلب من روكي وفريدي انهم يوقفوه ويدمروا المشروع بتاعه بالكامل. بيتجهوا فورا وبيخلصوا على كل اتباعه وكمان بيدمروا مشروعه بالكامل وكمان بيخلصوا عليه. ساعتها الجنرال بيرفضهم لانهم كانوا عايزين كبير حي مش يموتوه. ده غير كده كبير بيقول لهم عايزين تعرفوا ازاي انا ما متش، لان اللي انتوا موتوه ده كانت اول نسخه روبوت انسخ انا ودي كانت نسخه مني. ساعتها كبير بيشيل القناع من على وشه وبيقول لهم هو ده اللي انتوا عملتوه فيا، وبيقول لهم انتوا كنتوا محظوظين لان المشروع بتاعي ما كانش اكتمل، لان لو كان اكتمل مش كنتوا هتكونوا عايشين لحد اللحظه دي. وبيقول لهم مش عايزين تعرفوا مين غدر بيكم. بيجيب ازاد واللي بيكون مكتفه ومطلع عينه، وروكي وفريدي بيكونوا مش عارفين يساعدوا قائدهم بسبب انهم متكتفين. وكبير بيقول لازاد قول لهم على كل حاجه. فبيقول لهم انت عارفين مدى اهميه الهند بالنسبه لي، وبيقول لهم انا ضحيت بيكم انتوا الاثنين مقابل بريا. لكن بكل برود كبير بيخلص عليه والكل بيكون زعلان لانهم مش قادرين يعملوا حاجه للقائد بتاعهم بسبب انهم متكتفين. وكمان كبير بيحكي لهم على خطته اللي ناوي يدمر بيها الهند. ده غير كده انه بيكون عامل نسخه كمان من ازاد وبكده هيشوه سمعتهم هم الكل. وبيقول لهم قدامكم 24 ساعه علشان تنقذوا الهند، وبيولع نار تحتيهم. وفي الوقت ده بيحاولوا انهم يفكوا نفسهم قبل ما يموتوا، لكن للاسف مش بفايده تماما والعشه بتقع عليهم. وبكده بقى انتوا كل تفكيركم ان خلاص هم انتهوا. لكن بعد شويه الابطال بتاعنا بيقوموا من جديد والغضب مالي عينيهم، بيخلصوا على كل الحراس اللي كانوا موجودين في المكان. وساعتها برمندا بتوصل هي والاله الخاصه بيها وبتدمر المكان باكمله على راس اتباع كبير، وبيكونوا هم الكل زعلانين على ازاد. بعدها
بعدها بنشوفهم انتقلوا للهند ومعاهم جثه ازاد وبيقولوا لقائدهم الجديد على كل حاجه حصلت. في الوقت ده بنشوف كبير واللي بيروح يخترق مقر قانون كافاتش. كل رجاله كبير بيخلصوا على كل الجنود الهنديه واللي بيكونوا موجودين في المكان، واللي مش بيكونوا عاملين حسابه ان روكو وفريدي بيكونوا متجهين ليه. بيكون كبير بيجهز لكل حاجه وباقي ثواني علشان يسيطر على كل حاجه. بعدها طائره روكو وفريدي بتوصل للمكان، ولكن للاسف اول ما بتوصل بينضرب عليها صاروخ وللاسف بتقع على الارض. من بعدها بقى حبيب بيبتدي اكل الزبيب، وروكو وفريدي لوحدهم بيواجهوا جيش كامل وبيخلصوا على عدد كبير منهم، والاثنين الابطال دول بيكونوا مكملين في مسيرتهم وبيخلصوا على اي حد يقابلهم. وبيكون باقي 15 دقيقه على تعطيل سلاح قران كافاتش والصواريخ هتنطلق على راس الصين وباكستان، واحتمال من بعدها حدوث حرب. ساعتها روكو وفريدي مش بيكونوا عارفين يسيطروا على الالات خالص. الروبوتات بيكونوا اقوياء جدا لكن بيفكروا بكل ذكاء وبيعكسوا الاتجاه. روكي بيحارب نسخه فريدي وفريدي بيحارب نسخه روكي، ومن هنا الاثنين بيسيطروا. اخيرا بيخلصوا عليهم هما الثلاثه، وبكده قدروا انهم يخلصوا على الروبوتات. ومش بيكون فاضل غير كبير. بيروح لمكان كبير لكن المكان بيكون مفخخ بالقنابل، واول ما بيوصلوا في قنبله بتنفجر، ولكن الاثنين بيواجهوا كبير وش لوش وكبير بيكون لسه مسيطر عليهم. ساعتها الجنود الهنديه بتوصل للمكان، واخيرا روكي وفريدي بيسيطروا على كبير واخيرا بينهوا حياته. ساعتها بيكونوا قدامهم 3 محاولات علشان يوقفوا الصواريخ دول، وروكي بيحاول مرتين لكن بيفشل، وبكده مش باقي غير محاوله واحده. بريا بتعرفهم كلمه السر، اخيرا بتنجح وبتكون كلمه السر صح، واخيرا بينجحوا انهم يوقفوا الصواريخ اللي متجهه للصين وباكستان. عملوها الابطال الشجعان، وانت بقى يا صديقي خليك شجاع زيهم وادعمني بلايكك الجميل واشتراكك المتين، ويلا سلام يا حبيب.